أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. انتظرت كثير حتى أتكلم عن الأحداث الجارية وتداعيات مباراة اللا قمة. الكلام كثير والكلام شغال، اللي يتقال كثير واللي اتقال أكتر واللي حيتقال أكتر. دي مش لغز، دي حقيقة الواقع الآن. كلام في كلام وكثير مش فاهم حاجة. بس أنا حبيت أخذ الأحداث بتسلسل من بداية الأحداث، من تاريخ 6/3 كان موافق الخميس، اليوم اللي أعلنت فيه رابطة الأندية عن مواعيد مباراة الدور الثاني من الدوري. القرعة اللي اتعملت صباح يوم الخميس بالذكاء الاصطناعي، أعلنت الرابطة عن انطلاق مباراة الدور الثاني يوم 11/3 الموافق يوم الثلاث بمباراة الأهلي والزمالك. تمام. وتاني جولة هيبقى الأهلي وبيراميدز. وللعلم إن مباراة الدور الثاني مقسمين إلى مجموعتين زي ما احنا عارفين، مجموعة أندية القمة 9 لفوق، ومجموعة أندية القاع اللي بتنافس على الهبوط التسعة اللي تحت. معروف إن في كل جولة هيتلعب 8 مباريات، 4 مباريات لأندية القمة و4 مباريات لأندية اللي بتنافس على الهبوط. يبقى كده في كل جولة هيبقى معانا فريق باي مش هيلعب، يعني إنك أنت بيبقى معاك 9 فرق في كل مجموعة. يبقى كده كل جولة في فريق مش بيلعب. الأهلي مش هيلعب في الجولة الأخيرة، وبيراميدز مش هيلعب في الجولة اللي قبل الأخيرة اللي هي الجولة الثامنة، والجولة التاسعة هي الجولة الأخيرة. أما الزمالك مش هيلعب في الجولة السابعة اللي هي قبل الأخيرة. تاني حاجة هيكون يوم الأحد الموافق 9/3، اليوم اللي أرسلت فيه رابطة الأندية خطابا لاتحاد الكورة تطالبه بتعيين حكام أجانب مباراة الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز، على أن تتحمل هي مصاريف الحكام. في خطاب رسمي رابطة الأندية بعثت لاتحاد الكورة بتطالب مني تعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز. نروح ليوم الاثنين الموافق 10/3، اليوم اللي انتشر فيه كلام كثير أن المباراة ستدار بحكام مصريين. الأهلي في اليوم ده أصدر بيان رسمي بتأكيد على إقامة مباراة القمة بتحكيم أجنبي نظرا لحساسية المباراة ورغبة في تحقيق العدالة. في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين برضو اللي أعلن فيه الأهلي البيان بتاعه، أصدر اتحاد الكورة قرار بتعيين حكام مصريين لإدارة مباراة القمة بقيادة الحكم محمود بسيوني اللي كان موقوف شهر بسبب الأخطاء التحكيمية. وقال لك اتحاد الكرة انه فعلا تلقى خطابا من رابطة الأندية تعيين حكام أجانب، ولكن نظرا لضيق الوقت منعهم القيام بذلك. ننتقل ليوم المعمعة بقى اللي هو الثلاث 11/3، المفروض كان في المباراة بين الأهلي والزمالك. الأهلي في صباح يوم الثلاثاء أصدر بيانا يعلن تمسكه بتأجيل مباراة الزمالك لحين التزام اتحاد الكرة بخطاب الرابطة وتعيين حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك. رغبة النادي في إقامة المباراة بتحكيم أجنبي لتوفير العدالة بين الأندية، وفي حالة عدم الاستجابة فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري. البيان اللي كركب الدنيا خالص. طبعا كلام كتر، مين قال لك الأهلي مش عارف قرار متسرع، مش عارف ايه، ليه فتحة الصدر دي، الاهلي بيعاند اتحاد الكورة، الاهلي بيعاند الرابطة، كلام ويل 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 من كل جهة. والمهم طبعا يوم الثلاث دي الاحداث فيه متلاحقة. جاء بعد بيان النادي الاهلي تدخل وزير الرياضة عشان يحل الموضوع، ووعد النادي الاهلي ان المباراة ستقام بتحكيم اجنبي، بس يا ريت الاهلي او طلب من الاهلي ان يلعب المباراة،
والأهلي التزاما بكلام الوزير كان فعلا هيلعب مباراة، وفعلا في الموعد المحدد اتجه الفريق إلى استاد القاهرة، ولكن في طريقه إلى الاستاد عرف أن المباراة ستقام بطاقم تحكيم مصري، فبدل ما يكملوا طريقهم من الاستاد راحوا دخلوا فرق النادي الأهلي في مدينة نصر، لأن كده حسوا إنه بيتلعب بيهم، إن لا في اتحاد كورة. طبعا كابتن هاني أبو ريدة مش فاضل اتحاد الكورة، كان في نفس اليوم دي مع رئيس الفيفا انفانتينو ومع طبعا الناس وكله شغال، طبعا مش فاضي اتحاد الكورة ولا فاضي أهلي والزمالك، شغال بيدور على المناصب. البيت طبعا مش فاضي مباراة القمة، عامل اجتماعات وشغال الناس ترن عليه شك يحل والله يربط، طبعا ايه مفيش. وطبعا موعد المباراة نادي الزمالك طبعا الحلو بتاعنا اللي بيشتكيش من اي حاجة راح المباراة والتزم بموعد المباراة وقامت المباراة ونزلوا الملعب في مواعيدهم. وطبعا أطلق الحكم الدولي محمود بسيوني صافرة بداية المباراة في وجود الزمالك وعدم وجود النادي الأهلي، وبعد ربع ساعة من المباراة تم إنهاء المباراة، وانتظرت الناس قرارات رابطة الأندية لمدة أكثر من 4-5 أيام. لحد يوم السبت الموافق 15/3 ظهر يوم السبت أصدر الأهلي بيانا بتمسكه بكامل المطالب وشكوى اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية وعدم تنفيذ القرارات الرابطة. بعدها ردت عليه اللجنة الأولمبية إحالة الشكوى إلى الجهات المختصة والقرار قبل مباراة الأهلي وبيراميدز. بعدها بساعات طبعا أصدرت الرابطة قراراتها باعتبار فوز الزمالك 3-0 على النادي الأهلي وخصم النادي الأهلي مني 3 نقاط بتاعت المباراة و3 نقاط آخر الدوري، وتحمل النادي الأهلي كافة الخسائر. بس الرابطة قالت بند ضمن قراراتها إنها تلتزم الرابطة بقرار اللجنة الأولمبية بعد البت في شكوى النادي الأهلي. يعني الرابطة هتنفذ قرار اللجنة الأولمبية اللي تلتزم بتنفيذ قرار اللجنة الأولمبية بعد البت في شكوى النادي الأهلي. يعني أيا كان كينونة اللجنة الأولمبية ومدى صلاحيتها تنفيذ القرارات، لكن لجنة الرابطة قالت إنها هتلتزم بتنفيذ القرارات. لحد هنا تمام. طبعا كلام كتير طالع دلوقتي ويبنى طبعا زملكاوية إن مين اللجنة الأولمبية دي وهي مالها بالشكاوي ومالها مش عارفيه ومدى قانونية اللجنة دي، ولا هي منوطة بفض منازعات وكلام من ده، وكتير بيشكك طبعا في اللجنة. لكن خلينا نتكلم حاجات. هو الأهلي طبعا بمستشارينه بالناس اللي شغالة فيه، هل الجماهير من هنا أو من هنا هتفهم أكتر مني؟ الناس دي معاهم مستشارين قانونيين، والأهلي مش هيصدر قرار زي القرار اللي عمله دي عدم لعب مباراة الزمالك إلا بتحكيم أجنبي وتم توقيع عقوبات عليه سينسحب. الأهلي مش هيعمل القرار ده إلا لما يكون ماسك في يده مستندات رسمية تدين كل الأطراف، اتحاد الكورة والرابطة وكل المسؤولين عن الرياضة في مصر. ولكن الأهلي فريق مؤسسي، لما بياخد قرار بقوة القرار ياخد ده أكيد بناء على كلام مدروس، وبناء إنه عنده مستندات رسمية اللي هيستند عليها في قراره اللي أخده ده. فهنشوف إيه اللي هيحصل الأيام القادمة إن شاء الله. هنشوف الأحداث اللي هتحصل الأيام الجاية، والأحداث متلاحقة وكل شوية في جديد. نتمنى إن الكرة المصرية تعدي المرحلة الصعبة دي ويعود الهدوء من جديد. كده انتهت فقرتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.